اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والإخلاص. فأقول مستعينا بالله تمام الدرس الرابع، تمام درسي أفرافا تخليت جدا مسائل درسي خليل رافي جرا. وذكرنا في درس الأمس مسألتين. المسألة الأولى في مباحث لفظ الجلالة لفظيا، وذكرنا في المسألة الثانية ماذا؟ في مباحث لفظ الجلالة معنويا. وبقي المسألة الثالثة من مسائل الدرس الرابع في معنى لفظ الجلالة. معنى لفظ الجلالة كيف تجدون في معنى الله وهو يدل على الألوهية وهي العبادة. الله جتوني ألوهية رتكتين عبادة رت. فقول بسم الله أتأمى قاف بسم الله وبودن ربين معنى قرآن كيسد. قال الله عز وجل في أول سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كنجي ربين ما معنى بسم الله؟ هي كان بسم الله جدت الأمال يوجن أي بسم الذي لا معبود بحق إلا هو. مكا إسا حقا قبرمان إسا مليه هندريتين جلك أبجدت لا. مكا إسا حقا قبرمان إسا مليه هندريتين جلك أبجدت. فهو الله إنها كان قبرمان إسا مليه هندريتين الله عز وجل، وهو الذي لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الله إسحاق أن قبر ما تقول لين هندري إسم لجيتان. وهذا اللفظ دال وهذا اللفظ علم على ذات الرب عز وجل. الله لفظين جوكم علم مقال، والعلم المعين المسمى كان من تنوبان. والعلم معين المسمى مطلقا علمه من غير قيد كشوى وجمة. أكن جيتو. والعلم المعين المسمى من غير قيد كشوى وجمة. علم مكافي علم بيافي ما الجال فيها كسر. علمه كجعفر وخرنقاء اسم يعين المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنقاء اسم يعين المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنقاء علم جيتون مع أيدي ملك كتير جيتون اسم يعين المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنقاء مطلقة كتير يعني من غير قيد من غير إشارة. إذن وهذا اللفظ علم على ذات الرب عز وجل يختص به لا يسمى به غيره. لفظ الله كنان اللهم إني يا مخبرات وقل لي ننجر جيتا، وهو أصل الأسماء الحسنى. الله أصلي أسماء الله الحسنى. ما قول ربي هندنو أسماء الله الحسنى جام. ما قول ربي أسماء الله الحسنى تجنسا هندخيسا مكان سدي أصول الأسماء الحسنى. انتبه مكان سدي ما قول ربي هندر أصول الأسماء جاني هي كان مكان ربي هند كنينها من كيسا جروتي سدن كان كيسا نجي. ما قول سدن سنتم يوجن وهي الله والرب والرحمن. هذه الأسماء الثلاثة أصول أسماء الله الحسنى. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. مدارج السالكين كتابه مكسد أكما إنك دبد يجمع في دلالاته معاني سائر أسماء الله الحسنى. تجمع هذه الثلاثة مقولين سدين أما دبنتم ألا وهي الله والرب والرحمن إسنتني. وأما قولي ربي خان كيس جروهند إف كيساك أبدي. فمعاني أسماء الله تدور عليه
وترجع إليه مقولين هيكولين يوخاو معانين مقا ربي كانين كيست أرقموا إسيتنا الرنانو جرى معنا جرى كنا دين مثلا فاسم الله مكان الله يكون متضمن لصفات الألوهية صفات الألوهية كيف ساق بجيتها صفات ألوهية فأصول الأسماء الحسنى ثلاثة الله الرب والرحمن واسم الرب رب يفرن متضمن لصفات الربوبية ربوبية ما كيف ساق خالقته رازقته مدبر أمورته كيف ساق رحمة وجود متضمن لصفات الإحسان والجود معناه إذا ترى نمرت أولو كالأرجو ما أرجو مجدو تضمن دلالة تضمنية وأما مطابقة على الرحمن وجود خنا معرفة جدو نمعرفة إساسا لله مالك تضمنته ترى نمرت أولون معنى تضمني معنى حقيقي الرحمن إسنا معرفة جدو والجود ومعاني أسماء الله تدور على هذا وقد اجتمعت هذه قال ابن القيم رحمه الله اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة مقولين أصول الأسماء وأن سورة الفاتحة أم القرآن قول أم الكتاب والنقول تقوخان القرآن العظيم والنسي دانجام سيزي تقوخان مقولين ربي هندن أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى سنكيسا سدي أصول يسين أصول لسون على ما قاله ابن القيم ترجع إليه سدينسون سورة الفاتحة كيستي أرقم وقو بسم الله جن الحمد لله وقو جن الله نجي قافة على رب العالمين جن ربي تجن الرحمن وقو جن الرحمن جن منجب إذن فيها أصول الأسماء أصول لأسماء سورة الفاتحة كيستي جرتي جدا وأما ما أجائب سيسو قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأصول المطالب ثلاثة أصول لي وان إلمنا مرة بربا دمي ومساديجي أصول لي وان إلمنا ما يحتاج جميع وان إلمنا مرة بربا دمي سدي توقو تعريف المعبود معرفة المعبود جبر ما سنبيكو لما فا وان جبر ما سنتنما جيس بيكو الذي يقربك إلى معبودك وهي عبادته عز وجل عبادة إسابيكو سجفان نيل الثواب وانقر ربي تسجيسوسا إيجا هجتي غاية عبادة سني وغاية العبادة رحمة الله وجنته ونعمته غاية هونج عبادة بروكيتي عبادة جنة ربي رحمة ربي نعمة ربي وسجنتم سورة الفاتحة كيف ستجد ولهذا سميت أم القرآن في سورة الفاتحة تعريف ماذا المعبود عز وجل ربي إبسوت كيف ستجد سورتنا كيف مالين أصول أسماءات سنو أصول أسماءات كانت كيف ستجد لما فا معرفة ما يوصلك وما يقربك إلى معبودك وهي عبادة الله وهي موجودة في سورة الفاتحة سورة الفاتحة كيف ستكون نزجير حيث قال الله عز وجل إياك نعبد وجودا وهي عبادات الدبر والعبادة هي التي تقربك إلى معبودك وهي مذكورة في سورة الفاتحة سدفان غاية عبادات وغاية العبادة نيل رحمة الله عز وجل ونعمته غاية العبادة رحمة ربي أرقته نعمة ربي أرقته وهي مذكورة عند قوله عز وجل صراط الذين
أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعمة ربي للتنقبروت إسارة أولو رحمة الله ونعمته رحمته وجنته وعطاؤه. إذن في سورة الفاتحة ذكر أصول المطالب وأمهات المطالب ومن أصول المطالب معرفة المعبود. ومعرفة المعبود معبودك كيف يكوني مقولي ربي برود أنت وربي برود ربي برود مقولي إساء برود أنت دلالات مقولي إساء ومقولي إساء رتكتل بالقرآن. إذن مقولي ربي نبرسي بتخيسة أصولة أسكيسة دبتا بسوني سدين الله والرب والرحمن. إذن فسميت هذه السورة ماذا؟ أم القرآن. أرجوني واضح لعل مفهومة. لا بد من أن ترجعوا إلى هذا الكتاب أجائب دبة جدا الكتاب نقول. وقد اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. فقوله إياك نعبد مبني على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم مبني على صفة الرحمة. والعجب كل العجب الله عز وجل محمود على ألوهيته وربوبيته ورحمته. إني قفت قبرامات أورت ربي فارفمان يقول أمري وهي جرى قدلت في رازق في خالقته إسارة اسم إني فارفمان رحمة قبروت إساتي وقرتيو فارفمان. فقول الله عز وجل الحمد لله وجن الله عز وجل محمود في ألوهيته وربوبيته ورحمته. وسدين أصول المطالب تاتخن الرد الحمد لله كن فارو ربكم سمدرة تعالى. وقوله الحمد لله أي على في ألوهيته وربوبيته ورحمته. اشتملت سورة الفاتحة على أمهات المطالب وهي ثلاثة كما قلت لكم آنفا. هندروا أمهات المطالب سدين سنردوا الله عز وجل ماذا؟ محمود. التعريف بالمحمود مذكور في هذه السورة بثلاثة أسماء التي هي مرجو أسماء الحسنى والصفات العليا وهي الله والرب والرحمن وعبادته ورحمته. انظر مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 7 جزء الكبا صفات ربفا مدارج السالكين كيسد ديبتي لالو بدن دي سجد تادا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل فقوله تبارك وتعالى وإياك نستعين يا رب سقفان غرغار سبربان نجتوسم تأويل لا قوة إلا بالله. إياك نستعين يا رب سقفان غرغار سبربان نجتوني ما نبكي ساقب نتيمكم ضعيفي غرغار سكبربان تأويل لقوله عز وجل إياك نستعين. وقوله لا حول تأويل لقوله اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا الصراط المستقيم جدودا لا حول يا رب نتملأ التنكتل قبنو أتمال نقول جدا اهدنا الصراط المستقيم جدودا انتهي. وهذه السورة والله سورة عظيمة جدا بلا شك من خيسين القرآن جامتين مقام بنص الحديث نص رجاء حديثات وبنص القرآن العظيم. سورة دي تنتكت ربين أكتب قرآن جملة صدما بريب قرآن العظيم كيسين أنجيه في مع المسيط ننقلين ملي وبلا شك انتبه. لا بد من أن نراجع كتب علماء السلف وكتب علماء أهل السنة والجماعة في تفسير هذه السورة
كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير رحمهم الله وجميع علماء أهل السنة والجماعة لا بد من أن نراجع حتى نفهم فهما صحيحا مطابقا لفهم السلف الصالح. فهمي صحيح أكفهم تفسير سورة تناخي ستي أكغاريتي كتابا دي ممكن يبرباتي سادة ربيني ورئيني وفق ربنا وعتاسسو. أسأل الله التوفيق والإخلاص والسداد.